السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في أكلة ووصفة سهلة. هعمل معاكم النهاردة الاندومي بطريقة حلوة قوي، هنحاول نغير فيه شوية. طبعا في دكاترة كتير طلعت قالت ان الاندومي ما هو الصحي، وفي دكتور مشهور طلع قال انا باكله لولادي عادي مفيش منه مشاكل. فاحنا هناخد الاحتمال الأسوأ وهنعتبره ان هو مش صحي، فما ناكلوش لولادنا، ما يبقاش وجبة أساسية كل يوم. ممكن ياكلوه مرتين 2 أو 3 بالكتير قوي في الشهر، مش هيبقى فيه منه خطورة. طبعا الاندومي ده ادمان لناس كتير، اهم شيء ما يبقاش وجبة اساسية كل يوم. والمرة اللي ولادنا هياكلوه فيها نعمله لهم احنا بايدينا بالطريقة اللي انتوا هتشوفوها دي. معايا الطاسة على النار، هحط حوالي نص معلقة من السمنة. بعد كده هجيب بصلاية صغيرة على قد كيس الاندومي وهقطعها زي ما انتوا شايفين كده، بصلاية صغيرة خالص مش كبيرة. هنديها تشويحة كده خفيفة، مجرد دقيقة واحدة بس على النار، مش اكتر من كده. بعد كده هضيف عليه معلقتين 3 من الخضار. ده خضار مشكل كنت حطاه في الفريزر، بعمل منه شوربة خضار وقت ما بحتاجه. ده عبارة عن بروكلي، فاصوليا خضراء، بسلة، جزر. مش هنكتر طبعا من الخضار، هما معلقتين كبار بس مش اكتر من كده. ناخد بالنا ان احنا بنعمل الكمية دي على قد كيس اندومي واحد. هديهم بقى تشويحة برضو بسيطة، مجرد دقيقتين بس مش اكتر من كده. بعد كده هضيف عليهم معلقة من الصلصة، هقلبها مع باقي الخضار. في الوقت ده هبقى مهدية النار على الاخر. هطفي عليهم النار دلوقتي وهكون مجهزة مية بتغلي هحط فيها الاندومي. معايا كيسين من الاندومي، هنعملهم بطريقتين مختلفين، كيس بطعم اللحمة والتاني بالشطة. طبعا الأطعمة دي بترجع لاختياركم انتوا. بعد كده هجيب طبق وهفتح فيه الطبق علشان ما يوقعش حاجة طبعا على البوتاجاز. هنفتحه الأول في طبق، بعد كده هشيل منه كيس التوابل وهفضيه على الخلطة الخضار اللي أنا عملتها. طبعا اللي مش حابب الخلطة بتاعت الاندومي يقدر يشيلها خالص. هنقلبها كويس مع الخضار. بعد كده هشيل الاندومي وهحطه، المية غليت زي ما انتوا شايفين، هنحطه يدوب دقيقتين 2 بس مش اكتر من كده. احنا هنطلع الاندومي نص سلق، مش هنسلقه خالص، هنطلعه نص سلق يعني وهو جامد ناشف كده. لو سلقناه كويس هيتعجن معانا واحنا بنحطه على الخضار، فالاندومي بالذات يفضل ان هو يبقى نص سلق. خلاص كده انا سبته خد غلوتين 2 بس. بعد كده هفككه بالشوكة زي ما انتوا شايفين كده وهشيله على طول. هشيله زي ما انتوا شايفين من الحلة على الطاسة على طول. نشيله على طول وهو فيه نسبة مية خفيفة كده، يعني مش مصفينه لاخر نقطة، احنا عايزينه يبقى فيه نسبة مية خفيفة خالص عشان يبقى سهل معانا كده واحنا بنقلبه في الخضار، ويبقى معانا لين وفيه نسبة صوص خفيفة. طبعا في نفس المية وهي بتغلي هحط الكيس التاني بسرعة كده يتسلق وانا واقفة. خلاص كده هغطي عليه، مش هيكمل دقيقة. بعد كده هقلب المكرونة بتاعتي، هقلب بقى الخضار مع الاندومي كويس قوي. زي ما انتوا شايفين بقى الالوان الجميلة بدأت تظهر اهي. الوان الخضار في المكرونة حلوة قوي، طعمه جميل جدا ولونه تحفة، بيغير من شكل الاندومي خالص بجد، بيبقى حلو قوي بالطريقة دي. على الاقل في حاجة صحية احنا ضامنينها وحاطينها بايدينا. هاخده بقى اقلبه في طبق التقديم كده على طول. في نفس الطاسة هحط معلقة من السمنة، واول ما هتسيح هكون مجهزة معايا الخضار. هشوح فيها نص بصلة صغيرة خالص، هقطعها برضو بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. يادوب بس هقلبها، اول ما هتدبل هنزل عليها على طول بالفلفل الالوان. لو موجود فلفل الوان حطيه، مش موجود خلاص اكتفي بالبصلة. واول ما تدبل حط لها معلقة من الصلصة وضيفي عليها الاندومي على طول، بتبقى تحفة جدا. لكن لو موجود عندك اي نوع فلفل، مش شرط يكون فلفل الوان، ممكن يبقى فلفل اخضر بس. طبعا احنا بنزود القيمة الغذائية لطبق الاندومي اللي احنا بنعمله. اول ما البصل هيبتدي يدبل معايا هنزل عليه على طول بالفلفل. ما نكترش طبعا من الفلفل، يدوب هو 3-4 شرايح من كل نوع، يعني لو جمعناهم كده يطلعوا نص قرن فلفل بس.
هقلبهم مع بعض، هديهم تشويحة كده لحد ما الفلفل يدبل. بعد كده هنزل عليهم برضو بمعلقة من الصلصة. كل ده ما بياخدش معانا دقيقتين 2 بالظبط على النار. اول ما احط الصلصة هقلبها على طول في الخضار، واحط عليها المكرونة على طول. طبعا كيس الاندومي التاني اللي انا حطيته، اول ما حطيته طفيت النار وسبته يستوي على السخونية بتاعة المية. مش عايزاه يتسلق كويس، انا عايزاه يبقى مستوي نص سوا. هنشيل بقى المكرونة على طول ونحطها برضو بنسبة مية بسيطة كده عشان تسهل معانا عملية التقليب. كمان هجيب بقى كيس الخلطة بتاعة الاندومي. تقدروا طبعا تستغنوا عن خلطة الاندومي دي وتشيلوها خالص، بس في الحالة دي هتيجوا وانتوا بتشوحوا الخضار هتحطوا شوية من الملح وهتحطوا البهارات اللي موجودة عندكم. لكن انا طبعا ما حطيتش اي ملح ولا اي بهارات خالص، علشان عارفة ان انا هحط الخلطة بتاعة الاندومي. هقلبهم مع بعض بسرعة ونقدمها على طول وهي سخنة. ده طبق الاندومي اللي بالفلفل الالوان، بجد طعمه وريحته تحفة جدا. وده الطبق التاني اللي ضفنا له الخضار المشكل. طبعا القيمة الغذائية بتاعته عالية جدا، في بروكلي، في فاصوليا، وفي بسلة، وفي جزر. بجد طعمه بيبقى تحفة جدا ومختلف. انا بقدم لكم الافكار والطريقة اللي تعجبك فيهم اعمليها. اتمنى الطريقة تكون عجبتكم، اتمنى تجربوها، وبألف هنا وشفا.